السلام عليكم. خلاص فاضل على حلم كاس العالم خطوة واحدة، نقطة واحدة بس بتفصلنا عن حلم كاس العالم. منتخب مصر بيحقق فوز مهم على اثيوبيا بيخلينا من البلد كده بنحط رجل في كاس العالم، بس برغم الفوز كان في شيء سلبي، هو الأنانية كانت طاغية جدا على لعيبة المنتخب، وده شيء مش كويس خالص. اسمع علاء محمد ويلا بينا نبدأ. 3 حاجات كابتن حسام حسن اشتغل عليهم علشان يحقق الفوز. اول حاجه التنظيم والتقفيل الدفاعي بشكل كويس. تاني حاجه الالتزام الخططي. كابتن حسام حسن كان نازل الماتش بالبلد كده ما بيألفش، كل لاعب في مركزه وملتزم بالدور بتاعه سواء بقى دفاعيا او هجوميا. تالت حاجه الضغط العالي، وده كان شيء مميز قوي لينا، وده اللي خلى لعيبه منتخب اثيوبيا تغلط مرتين وكسبنا ضربتين جزاء قدرنا ان احنا نكسب بيهم الماتش. وده اللي كان عاجبني قوي في كابتن حسام، انه مش نازل بقى بيلعب على هدف وبعد كده نقفل ورا ونخرج من الماتش بسلام، لا احنا نازلين احنا منتخب مصر. وانا عارف ومع احترامي الكامل لمنتخب اثيوبيا انه منتخب ما يخوفش، بس انت برضه لازم تظهر قوتك وشخصيتك لبقيه فرق القاره. حتى هو كان مطير الباكات اللي هو محمد هاني ومحمد حمدي، وبيخلي محمد صلاح وعمر مرموش بيدخلوا جوه الملعب، وفوائد كتير قوي كانوا بينزلوا لتحت. مبدأ كويس جدا هو انك ما تخافش وانزل العب كوره واستمتع، بس في نفس الوقت ما تتهورش. مكسب مهم قوي، بس زي ما قلنا الشيء السلبي هو الانانيه اللي كانت طاغيه على لعيبه المنتخب، وده خلانا نضيع اهداف كتير قوي، وكان بسببها كان ممكن الماتش نخرج كسبانين 5 أو 6 كمان. كابتن حسام لازم يتكلم مع اللعيبه، ضربتين الجزاء دول لو ما جوش كنت هتحط نفسك في موقف وحش قوي، كان ممكن اول ماتش يهرب منك وتضغط، والله اعلم كنت هتعرف تحقق الفوز ولا لا. وده علشان ان هيكون في ماتشات كتير هتبقى اقوى من كده، والفرص اللي فيها او الفرص اللي هتجيلك هتكون قليله قوي، فلازم تستغل وتشتغل على انصاف الفرص وتحقق منها اهداف. كان عاجبني لعيبه كتيره قوي في المنتخب، بس اكتر واحد عجبني هو حمدي فتحي. اخيرا الماتش الجاي هيكون صعب قوي، واعتقد كابتن حسام هيغير من الخطه وهيلعب بخطه مختلفه، والتغيير الوحيد ده هيكون في نص الملعب، هو انه هيلعب ب2 ديفندرات. مبروك لمنتخبنا الوطني. ده كان فيديو النهارده، اعمل سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. صلي على حبيبك النبي وما تنساش تدعي لاخواننا. سلام.